انت مش كسول. خليني اقولها لك بهدوء ومن غير اتهام ومن غير ما تحس ان في حد بيحاكمك. انت مش كسول، انت خايف. خايف من النجاح، ومش خوف صريح، مش خوف يخليك تجري. ده خوف هادي، ساكن، بس مسيطر. خوف يخليك تأجل، تسوف، تبدأ وما تكملش، وتقنع نفسك إنك محتاج وقت أو إن الظروف مش في صالحك. بس خليني أقولك الحقيقة، النجاح مش بيخوف لأنه صعب. النجاح بيخوف لأنه هيغير كل حاجة. هيغير صورتك قدام نفسك، هيغير نظرة الناس ليك، هيغير حجم المسؤولية اللي على كتافك. النجاح بيكشف إنك كنت قادر من بدري، بس كنت مستني. وبيكشف إن الأعذار كانت أريح من المواجهة. وعشان كده في آخر لحظة وإنت قريب قوي، تحصل حاجة غريبة. تحس بتقل، بكسل مفاجئ، بفقدان شغف، وتلاقي نفسك بتنسحب خطوة ورا. مش لأنك ضعيف، لكن لأن في جزء جواك مش جاهز للتغيير. الجزء ده واقف قدامك زي جبل، بس الجبل مش اللي فاكره، مش الشغل ولا الفلوس ولا الناس ولا الظروف. الجبل هو انت. وده جوهر كتاب الجبل هو انت للمؤلفة بريانا ويست. الكتاب ده مش بيجمل، مش بيقول كلام مريح. الكتاب ده مرآة، بيخليك تشوف إن أكبر معركة في حياتك مش مع الدنيا، لكن مع نفسك. الجبل هو أفكارك القديمة، هو معتقدات اتكونت وانت ضعيف، وانت بتتوجع، وانت بتحاول تنجو. كل تجربة سابت أثر، وكل أثر اتحول لقناعة. قناعة إنك أقل، إنك مش كفاية، إنك لازم ترضي الناس، إنك ما ينفعش تغلط. القناعات دي ما بتمشيش، بتقعد وتتحول لسلوك، والسلوك يبقى حياتك. فتكبر وانت فاكر إن ده طبعك، إنك شخص بيكسل أو بيزهق أو مش ثابت. بس الحقيقة إن ده مش طبع، ده دفاع اتعلمته عشان تحمي نفسك زمان. عشان كده كل ما تحاول تطلع تحس بقوة بتشدك لتحت. قوة مش واضحة، بس موجودة. كأنك سايق عربية ودايس بنزين وفرامل في نفس الوقت، تتعب وتتحرق ومش بتوصل. وهنا نخش على فكرة مهمة اسمها عقدة الترموستات. عقلك متبرمج على مستوى معين من الحياة، مستوى من النجاح، مستوى من الراحة، حتى مستوى من الألم. ده اللي متعود عليه، وده اللي شايفه آمن، حتى لو كان مؤذي، حتى لو مخليك مش مبسوط. لأن المألوف أأمن من المجهول. أول ما تحاول تزود شوية، تحلم أكتر، تطلب لنفسك أكتر، عقلك يضرب إنذار، يقلل طاقتك، يزود شكك، يفتح باب تسويف، ويفكرك بكل مرة فشلت، ويهمسلك اوعى، ارجع. مش لأنه عايز يدمرك، لكن لأنه فاكر إنه بيحميك. عقلك بيشتغل بقوانين قديمة في عالم اتغير. وعشان كده لو فضلت مستني تحس بالأمان قبل ما تتحرك، مش هتتحرك أبداً. لأن الأمان مش إحساس، الأمان قرار. والراحة مش دايماً أمان، أحياناً بتبقى سجن. نيجي بقى لنقطة الناس كلها بتهرب منها، الوجع. إحنا اتعلمنا إن الوجع ضعف، إن الحزن عيب، إن المواجهة خطر. فتعلمنا نهرب، نشتت، نخدر. شغل زيادة، موبايل، أكل، ضحك، أي حاجة غير إننا نقعد مع نفسنا. بس الحقيقة الوجع مش عدوك. الوجع بوصلة، إشارة بتقولك إن في حاجة جواك مش مظبوطة. كل شعور صعب بتدفنه بيتحول لحمل، والحمل يتحول لحجر، وتفضل شايل أحجار سنة ورا سنة. وبعدين تستغرب ليه تعبان، ليه أي خطوة مجهود، ليه الطريق تقيل، وانت مش واخد بالك إنك ماشي بحمولة قديمة مش بتاعتك دلوقتي. الشفا مش إنك تمسح الوجع ولا تتجاهله، الشفا إنك تسمعه. تقعد مع نفسك من غير هروب وتسأل أنا حاسس بكده ليه؟ مش علشان تلوم، لكن علشان تفهم. يمكن محتاج تحط حدود، يمكن محتاج تعترف بخسارة،
يمكن محتاج تغير اتجاه، بس طول ما انت بتهرب هتفضل واقف. آخر فكرة وأخطر فكرة، المايكرو تغييرات. احنا بنفشل لما نفتكر ان التغيير لازم يبقى ضخم، نصحى فجأة نقلب حياتنا نغير كل حاجة، وده بيخوف العقل فيرفض ويقفلك. لكن التغيير الحقيقي هادي، بيبدأ صغير صغير قوي، قرار بسيط، عادة خفيفة بس مستمرة. تصحى قبل الميعاد ب10 دقايق، تشرب مية، تمشي شوية، تكتب فكرة. الحاجات دي مش تافهة، دي أدوات هدم، بس هدم ذكي، زي المية لما تنزل على صخرة، مش تكسرها لكن تنحتها. وانت مش مطلوب منك تهد الجبل كله دلوقتي، مطلوب منك تشيل حجر كل يوم، حجر بوعي ومن غير جلد ذات. وفي اللحظة اللي تبطل فيها تحارب نفسك وتبدأ تفهمها وتشتغل معاها مش ضدها، الجبل يتحول من عائق لطريق. ابدأ النهاردة مش بكرة. اصطلح مع الشخص اللي في المراية، لأن الصلح مع نفسك مش لحظة ضعف، ده أول خطوة قوة. الصلح مع نفسك يعني تبطل تجري وتقف وتبص، تبص على اختياراتك، تبص على خوفك، تبص على النسخة اللي كنت بتهرب منها، مش علشان تكرهها لكن علشان تفهمها. تفهم إن كل سلوك غلط كان له سبب، وإن كل تأجيل كان محاولة نجاة مش كسل، وإنك كل عمرك ما كنتش بتخرب حياتك، انت كنت بتحاول تحمي نفسك بطريقة غلط. ولما تفهم ده، نبرة صوتك جواك هتتغير. بدل ما تقول أنا فاشل، هتقول أنا كنت تايه. بدل ما تقول أنا ضعيف، هتقول أنا اتعلمت غلط. والفرق هنا مش بسيط، لأن الشخص اللي شايف نفسه فاشل بيستسلم، لكن الشخص اللي فاهم نفسه بيتعلم. وساعتها كل مرة تحس إنك واقف مش هتجلد ذاتك، هتسأل إيه اللي شدني؟ إيه اللي خوفني؟ وأعمل إيه المرة دي بشكل أهدى؟ وهنا يبدأ التغيير الحقيقي، مش تغيير شكلك ولا شغلك ولا حياتك من بره، لكن تغيير علاقتك بنفسك. إنك تبقى الشخص اللي واقف جنبك مش ضدك، الشخص اللي لما تغلط يفهم مش يشتم، الشخص اللي لما تتأخر يساعدك مش يكسر فيك. لأن محدش هيطلع الجبل ده غيرك، ومحدش هيشيل الأحجار دي غيرك. بس المرة دي مش بالعنف ولا بالقسوة، بالفهم وبالصبر وبخطوات صغيرة. وكل خطوة حتى لو بطيئة أحسن من رؤوف، وكل حجر حتى لو صغير بيفرق. ومع الوقت هتلاحظ حاجة غريبة، الحاجات اللي كانت بتخوفك بقت أهدى، والأفكار اللي كانت بتعطلك بقت أوضح، مش لأنها اختفت لكن لأنك بقيت أقوى وأصدق وأوعى. وساعتها هتكتشف إن الجبل ما كانش عايز يكسرك، كان عايز يعلمك، وكان مستني إنك تبطل تهرب وتطلع على مهلك بس بصدق. دي كانت جرعة وعي مكثفة وترياق لعقلك من قناة ترياق، لأن المعرفة هي الدواء.